ازيكم يا حلوين، welcome back to my YouTube channel. ولو دي اول مره ليكوا اهلا بيكوا. انا ميار بنيه بتكلم عن الكولرفul لايف ستايل الليفينج، نلبس الوان، ازاي نعمل افكار كرييتيف في الكونتنت، في الايديتنج، في المحتوى، في الستايلينج. if you're interested keep on watching. انا عارفه ان احنا لما نشوف ريل شبه كده هنبقى حاسين انه معقد او ان احنا مش عارفين هنعمله ازاي، وهنقعد نفكر ان احنا ممكن لا انا مش هعرف اصور حاجه زي كده. بس صدقوني لو اتفرجتوا على الفيديو ده لاخره هتعرفوا تعملوا الاديت ده بطريقه سهله وبسيطه وبابلكيشن ببلاش ومن على الموبايل. لو كنتوا اتفرجتوا على بارت 1 من الفيديو ده هتلاقوا ان انا كنت بعمل معاكم ستايلينج لديفرنت براند اوتفيت، جوتشي وشانيل وديور جاك موس وكذا حاجه. نعمل فيديو زي التيك توك ده بالظبط، ان احنا حد بيعدي من قدام الشاشه وهو بيبقى ترانزيشن للاوتفيت اللي بعديه. فانا اوريدي مصوره الفيديو ده معاكم في بارت 1، فدلوقتي احنا في بارت 2 اللي هو بس هنعمل الاديتنج بيورلي على الموبايل بالفيديوهات اللي صورناها. اول حاجه دلوقتي هندخل على كاب كات. احنا هنستخدم كاب كات في اغلب الفيديو اديتنج بروسيس بتاعتنا. ميزه كاب كات ان هو فيه ترانزيشنز ببلاش، في يعني سهل في الاديتنج وسهل ان احنا نطلع بيه ريلز او تيك توكس من اللي هي شكلها مصروف عليها بس من غير ما ندفع فلوس في الابلكيشن. فكاب كات اول حاجه. احنا عندنا المين فيديو اللي هو انا قاعد على الكرسي وبسقف وكأن الرانواي شو شغال، فده اول فيديو محتاجين ندخله من اللي انا صورته معاكم المره اللي فاتت. فهنبتدي ده غالبا. هو انا دخلت حاجات كتير قوي بس احنا هنشوف دلوقتي مع بعض. يعني اوكي ده اول فيديو اللي هو قاعده على الكرسي، وهاخد بس الفريم اللي انا عايزاه بالظبط. التip بتاعتي ليكوا عامه في الكونتنت كرييشن ان انتوا تصوروا بره الابلكيشنز عشان تصوروا براحتكم وتقعدوا تعملوا تريمنج للحتت اللي انتوا محتاجينها. فده الفيديو الاولاني اللي انا المفروض لابسه فيه اوتفيت برادا وبس بظبط الاوتفيت وهيبقى شكله عامل ازاي. فمن اول هنا هشيل اللي قبليه كله. فالمفروض ان انا بسقف وبتفرج على الموديل بتتحرك، وده اخر الفيديو. فده اول مقطع فيديو هنحطه، وده المين تراك. ماشي. كاب كات فيه حاجتين، في حاجه اسمها مين تراك اللي هو من تحت بيبقى فيه زي الخط الرئيسي اللي احنا بنعمل عليه اديت ومونتاج، وفي خط شفافه بيبقى فوقيه. ميزه كاب كات ان انتوا تقدروا تحطوا لايرز اديت كتير فوق بعض، وبرده بيبقى سهل وبسيط وتقدروا تعملوه من موبايلكم. فدلوقتي انا عايزه الفيديو التاني. اول حاجه دايما نبتدي بالمين تراك علشان ما نتلخبطش، نحط الكاتس الاساسيه، يعني نقص كل حاجه مش محتاجينها، نحط المين كاتس وبعدين ندخل على اللاير بتاعه الترانزيشنز. فاحنا دلوقتي ده الاوتفيت التاني، فالمفروض ان انا برضو ببص من الشمال لليمين، همسح الجزء اللي احنا مش عايزينه. فده كده شكل الفيديو الاولاني. بعديه الفيديو التاني بنفس الموشن ان انا بتسقف وبتفرج على الموديل وهي بتتحرك في الرانوي شو. وهنرجع نكرر نفس الخطوه دي، هنعملها مع بعض ما تقلقوش، عشان لو علقتوا في حته نبقى بنأدت مع بعض. مش هفاست فورورد الفيديو علشان يبقى ستيب باي ستيب جايد لان احنا نعمل الاديت ده بالظبط. بعدين ده الاوتفيت التالت. ونفس الحركة بتفرج على الرانوي شو من الشمال لليمين. انا دايما يعني انا دايما ما باخدش تيك واحدة بس للفيديو، باخد 2 تيكس مثلا، علشان بحس ان انا لو مثلا ما ظبطتش حاجة اظبطها في الفيديو اللي بعديه. فبصور مرة ومرتين علشان في الاديتنج اختار الحتة اللي انا حساها مظبوطة اكتر. فده اول اوتفيت، ده تاني اوتفيت، ده تالت اوتفيت بنفس الحركة، ونبص على الموديل وبعدين نبص على بعيد الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. انا هعمل فيديو طويل قوي. انا في الاخر لما عملت له اديتنج عملت فيديوهين علشان ما كنتش عايزاه يبقى طويل. 3 اوتفيتس في فيديو، 3 اوتفيتس في فيديو. بس انا دلوقتي معاكم هعمل اديتنج لواحد طويل بيهم كلهم. نفس الكلام الاوتفيت ده هناخد برضو الكات من نبص على اقصى الشمال لاقصى اليمين. بصوا هو مبدئيا كده يعني هو الفيديو من غير الترانزيشن بتاعه المشي اوريدي شغال. يعني احنا لو اتفرجنا دلوقتي عليه هو شغال، لان انا يعني التip الاساسيه في تصوير الريلز والتيك توكس عشان الترانزيشنز تبقى بيرفكت ان انتوا تحطوا الموبايل على ترايبود طول ما الفريم ما بيتغيرش، ايا كان وقفتوا فين،
غيرتوا وقفتكم، غيرتوا قعدتكم، رجلكم، ايديكم، كل الحاجات دي هيبقى شكل الفيديو نضيف، لان المين فريم ما بيتحركش. لكن لما بتصوروا وترجعوا تظبطوه تاني، وتصوروا وترجعوا تظبطوه تاني، ما بيبقاش شكل الفيديو نضيف، علشان بنغير الفريم كذا مرة. يعني ده اللي هو basics 101، ازاي نعمل تيك توك او ريل مظبوط، حتى لو مش هنعمل الترانزيشن حاجه معقده او ايد بتعمل كده، عادي حتى لو في مكاننا وبنغير اماكننا كل شويه مش مشكله، هيبقى ستيل شكل الفيديو نضيف، علشان ما بنغيرش شكل الفريم وبنخلي الموبايل على ترايبود. فده 1 2 3 خليه 1 2 4 اوتفيتس. فخلينا نبتدي نأدت على دول، مش لازم نعمل الستة كلهم مرة واحدة، واحدة واحدة. انا دلوقتي البرادا اوتفيت، الاوتفيت اللي بعديه جوتشي، فانا عايزه السين اللي انا بمشي فيه وانا لابسه احمر واخضر. تحت هنا اهو تلاقوا في الاوبشنز بتاعه كاب كات تحت اوفرلاي. اوفرلاي ده اللاير اللي فوقيها اللي هي الشفافه، فاحنا محتاجين وانا بمشي يمين وشمال باوتفيت جوتشي، فهنحط الاوفرلاي دي. فده الكادر. دلوقتي هنقرر من الشمال ولا من اليمين. انا لما صورت من الاتنين، فالاتنين ينفعوا، بس خلينا ناخد الكادر ده بالظبط، اللي هو ببتدي اطلع من الشمال واطلع في الفريم. اوكي، ده بمشي من الشمال لليمين بطلع من بره الفريم خالص لجوه الفريم. دي حاجه مهمه قوي ان احنا ما نقفش في وسط الفريم. اوكي، اول حاجه بس نظبط الفريم على نفس الفريم. ودلوقتي انا حطيت الفيديو الاوفرلاي ده ما بين الفيديو الاولاني اللي هو برادا وتاني اوتفيت اللي هو جوتشي. فبعدين دلوقتي الاوفرلاي دي همسكها، هاجي تحت في الاوبشنز بتاعت كاب كات. ميزه كاب كات ان الفري فيرجن بتاعته عندكم اكسس لتولز زي ريموف باك جراوند. يعني في فيديو اديتنج ابس تانية هتحتاجوا مانيولي تو ريموف ات. انا مش متاكده كلهم سمارت قوي ان هم بيشيلوا ولا لا، بس ده ميزته ان هو فور فري وعلى موبايلكم، مش لازم خبره كبيره في فوتوشوب او حاجه زي كده. فده عملنا ريموف للباك جراوند. دلوقتي هنأدجست حاجه بسيطه مكان الفيديو. اهم حاجه الشخص وهو معدي يبقى زي هنا. انا دلوقتي بعمل ترانزيشن، اول ما ابقى مداريه على نفسي اخلي الشخص وهو مداري على الشخص اللي قاعد ورا بيتحرك. فدي اهم حاجه للمكان اللي هنحط فيه الاوفرلاي. انا دلوقتي بس هبص انا وانا ماشيه هنا، هشفتها شويه لورا بحيث ان انا على طول كده. يعني بصوا شكل الترانزيشن، نقلنا للاوتفيت التاني على طول، ما اخدتوش بالكم، لان الموديل الاولانيه وهي ماشيه بتداري على الشخص اللي قاعد، فبتبقى الترانزيشن سموذر. دلوقتي الاوتفيت اللي بتاع جوتشي بعديه على طول الاوتفيت بتاع شانيل، فهنجيب الماشيه برضو بتاعه شانيل. هنقصقص بس دايما الفيديو اللي احنا الحاجات اللي مش محتاجينها. دي حاجه مهمه قوي، لاننا علشان الطريقه اللي بقولكوا عليها في التصوير ان احنا بنصور كل حاجه بره، فدايما هيبقى معانا اكسس فوتج. بس مش مشكله، يعني انا بحس انه اكسس فوتج ومعاكوا اوبشنز كتير للاديتنج احسن، علشان لو واحده ما ظبطتش التانيه تظبط، وهكذا يبقى معاكوا كذا فيديو ممكن تظبطوا بيه الدنيا. فدلوقتي هحط زي ما اقول لكم حطيتها اوفرلاي. ودلوقتي هننزل تحت في المنيو بار بتاعت كاب كات وهنعمل ريموف باك جراوند تاني. هنديله بس شوية وقت علشان بياخد شوية وقت عشان يريموف الباك جراوند، وساعات بيعلق. لو علق امسحوا الفيديو ودخلوه تاني واعملوا ريموف باك جراوند، هتظبط المرة الجاية. دلوقتي ده الترانزيشن التانية. يعني هنا الترانزيشن بتحصل بس بدري سنة، فهحرك الفيديو لقدام بحيث انه بالظبط الاوتفيت يتغير والموديل معديه من قدام الشخص. في حته هنا بقى مش عجباني، علشان لما بريموف الباك جراوند وفي الصوفه دي، يعني لما عملت ريموف للباك جراوند اللي بتتحرك، ساعات الحاجات اللي في الباك جراوند ما بتظبطش قوي، فممكن بس نقصقص الفيديو للحتت اللي احنا محتاجينها علشان يبقى الترانزيشن انضف عامه. ونقص ده كمان، خلينا نقص من هنا علشان في حته كده عماله بتجلتش على الكرسي، فمش عجباني، مش عاجبني شكلها. فده الترانزيشن التانية. واخر واحده الترانزيشن بتاع جاك موس، الاوتفيت اللي هو لابسه ازرق واورنج. فخلينا ندخله.
زي ما قلت لكم الفريم لازم يبقى على قد الفريم اللي ورا، وبناخد بالظبط من بره، من الشخص بره الفريم وهو ماشي لجوه الفريم تاني، نحرك الاوفرلاي ده في المكان الصح. بعدين لما يبقى في مكانه الصح في اللاير التانية بتاعت الشفافة هننزل تحت ونختار remove background في كاب كات، نديله وقته. وبعدين ده شكل الاخير. دلوقتي الموديل هنا اهو بالظبط بتبقى مدارية على ما بين الفيديو الاولاني للفيديو التاني، فهحرك الفيديو بتاع الاوفرلاي سنة لورا، حركه كمان سنة لورا. اوكي دلوقتي عايز سنة لقدام بس. وده شكل الفيديو، خلينا نتفرج على الفيديو. اوكي فانا دلوقتي هبص بس بصه سريعه. ده 3.6، ده 2.6، ده 4.6 طويل قوي فهقصره برضو، ملهوش لازمه انه يبقى كل ده، هخليه 3.6 وهرجع احرك الاوفرلاي. مشكله بس الاديتنج ده ان انتوا لو من الاول ما خدتوش الكاتس الاساسيه بتاعتكم، لما تحركوا حاجه او تقصروا حاجه في المين تراك هترجع تاثر تاني على الحاجات في الاوفرلاي. بس مش مشكله يعني، هنعدي عليها بسرعه بس ونرجع نحطهم في مكانهم الصحيح. ده كده الفيديو من على كاب كات، واحنا جايين نعمل اكسبورت، نعلي بس الكواليتي علشان نعمل اكسبورت صح. فهنعمل اكسبورت وهنستنى يطلع الفيديو. ما ينفعش نغير السكرين بس واحنا بنعمل اكسبورت، والا الفيديو الاكسبورتنج هيبقى كانسل. حاجه كمان دلوقتي انا واخده بالي ان هي ناقصه على الفيديو، هوريكم ازاي ندخل صوره تكست او لوجو، علشان الفيديو ده بيبقى فيه برضو لوجوز البراندز. اسهل طريقه واسرع طريقه انا شايفاها ان انتوا تدخلوا عادي جدا على جوجل وتكتبوا برادا لوجو وتعملوا سيف للصوره، وتعملوا ندخل عادي على جوجل هنسيف كل اللوجوز اللي احنا محتاجينها. احنا عندنا برادا وعندنا شانيل. انا مش عايزه اللوجو بالكلمه بالاتنين سي، عايزه بس الكلمه علشان تبقى كونسيستنت في الفيديو عامه. فهعمل سيف لده، وبعدين وجوتشي نفس الكلام، عايزه بس الكلمه مش محتاجه اللوجو الايكون. واخر حاجه جاك موس، وهنعمل سيف للصوره برضو. وبعد ما نعمل سيف لكل اللوجوز هندخل على الفوتوز بتاعتنا، بس نعمل لهم كلهم كروب بنفس الشكل. يعني انا مش عايزه الفريم فوق وتحت كتير، هكروب بس على الكلام علشان هيبقى اسهل لي لما اجي اعمل له اوفرلاي على الفيديو، هيبقى انضف. فده برادا. شانيل قلنا مش عايزين اللوجو بتاعه من فوق، عايزين بس الكلمه، مش عايزين الايكون. crop it. جوتشي اوريدي مظبوطه. هندخل على جاك موس، في فريم ابيض فوق وتحت كتير فهنقصقصه برضو. وبعدين كده احنا ready ان احنا ندخلهم لكاب كات. فهنروح على كاب كات الفيديو بتاعنا، هنفتح اخر واحد. دلوقتي زي ما بقول لكم هنعمل اوفرلاي كمان، وهندخل بدل ما ندخل فيديوز هندخل في فوتوز. فهنختار الاولاني كان برادا، هنختار برادا وندخله، بس نعلي نثبت اماكنهم كلهم في نفس المكان علشان يبقى الفيديو شكله consistent ونضيف. فده اللوجو بتاع برادا، ولما الموديل بتعدي بيجي اللوجو بتاع جوتشي. فخلينا بس يبقى في اوفرلاب دلوقتي علشان نعرف نظبط اماكنهم بالنسبه لبعض. هندخل على الصوره اللي بعديه، ده برادا. احنا تاني حاجه قلنا جوتشي، فهندخل اللوجو بتاع جوتشي. نخليه بس برضو في نفس المكان في الفيديو علشان يبقى الفيديو consistent اكتر. هنا بالظبط ماشي، دي المين. وبعدين هندخل اوفرلي كمان للوجو الاخير اللي هو جوتشي، وبعدين بيجي شانيل، فهندخل اللوجو بتاع شانيل زي ما قلت لكم. بس محتاجين نثبتهم كلهم في نفس المكان على قد ما نقدر، نفس السايز. فبس بنعمل بنحرك بصوابعنا مكان الاوفرلاي. فده دلوقتي برادا، بعدين المفروض جوتشي. فخلاص الاوفرلاب اللي موجود ده انا مش محتاجاه، ممكن ابتدي اقصقص الفيديوز. انا بس كنت عايزاه علشان اعرف احط الكلمه فوق الكلمه اللي بعدها فيبقوا في نفس المكان. هنمسح ده، هنيجي هنا اهو، هنا اهو بالظبط، هنيجي نمسح الطرف ده، وهنكون كلمه شانيل ابتدت. والاخر حاجه الاوفرلاي بتاع كلمه جاك موس، وهندخلها برضو،
هندخلها في الاخر وهنحركها بس في نفس المكان. انا هنزلها لاير تحت علشان بس ابقى ايه عيني لقطة هما فين بالظبط. يعني اللي ذاكرته كويسة يعمل كده. انا بس بحطهم فوق بعض قبل ما اعمل اي editing او overlay علشان اجيب بالظبط نفس المكان. فهنرجع تاني للاول. اول حاجة برادا هنلاقي تحت حاجة اسمها سبلايس. سبلايس ده زي layer edit هنحطها على اللوجو. ففي داركن هيخلي الباك جراوند البيضة كأنها مش موجودة، او سلايد، الاتنين هيعملوا نفس الفانكشن. فده اللوجو بتاع برادا. جوتشي عشان اوريدي عاملين له سيف as PNG فهو نازل من غير باك جراوند. شانيل بقى هنيجي نعمل له سبلايس برضو، هنعمل له داركن او سلايد، الاتنين شغالين. و بس انا حاسه ان شانيل محتاج يصغر شويه عشان لامس المرايه من الطرف. فده اخر حاجه جاك موس. هناخد السبلايس وهنعمل له برضو داركن بس هنا هو علشان دول جايين على بعض. نتاكد بس ان هما نمسح الحته الزياده او نحركها بصبعنا. فده شانيل وده جاك موس. وزي ما انتوا شايفين ده الاند ريزولت بتاعه الفيديو باللوجوز والترانزيشن بتحصل بين الموديل بتمشي. لو عندكم اي سؤال او في اي حاجه وانتوا بتعملوا فولو للتوتوريال ده اكتبوا لي في الكومنتس ايه اللي انتوا محتاجين، هرد عليكم واحاول اساعدكم. وبرضه ممكن تعملوا لي فولو على الانستجرام، هرد على الدي امز وبنزل نفس التوتوريالز على الانستجرام. فممكن تعلموا اكتر واسرع، بنزل توتوريالز اكتر. بس انا برضه هحاول ابقى كونسيستنت. هنا هو الفرق ان انستجرام ما عنديش الوقت فبعمل فاست فورورد للفيديوز، لكن هنا على يوتيوب لو الفيديوهات دي عجبتكم هنقدر نعمل لها ستيب باي ستيب في كل حاجه. يعني اي حاجه نفسكم تتعلموها سيبوها لي في الكومنتس. ترانزيشن، اديتنج، ازاي نعمل اتنين شخصين مننا في نفس الكادر، وكل الحاجات دي بجد بجد بسيطه. هبسطها لكم ونعملها في فيديو مع بعض فهتقدروا تعملوا الفيديو ده في الاخر. اكتبوا لي بس ايه الحاجات اللي انتوا نفسكم تتعلموها او عايزين لها editing tutorial. وبس يا رب تكونوا استفدتوا واشوفكم الفيديو الجاي.